أعلن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن المملكة المغربية تعمل على تصنيع أول طائرة بالكامل، وذلك في غضون 6 سنوات، في تجربة هي الأولى من نوعها قد تنقل قطاع صناعة الطيران بالمغرب إلى مستويات جديدة، تزامنا مع النقلة النوعية التي يعرفها مجال السيارات الكهربائية. ووصف مزور في حديث لقناة الشرق قطاع صناعة الطائرات في المغرب بأنه لا بأس به، على اعتبار أن المملكة تحتل الرتبة العشرين عالميا على هذا الصعيد، موردا أن هذا أمر يدعو للفخر، كما أن المملكة المغربية قادرة على تصنيع أي قطعة في الطائرات، وآخر مصنع جرى تدشينه يصنع قطعة جد حساسة في المحرك، وتتم صناعتها في 5 دول في العالم فقط. وأورد الوزير أن المغرب يتوفر على خبرة قوية في هذا المجال الصناعي، والآن الحلم الذي يجري الاشتغال عليه هو تصنيع طائرة كاملة التي سيكون إقلاعها من المملكة للمرة الأولى، وأبرز أن هذا هو مشروع المستقبل، معلنا أن هذا الهدف يمكن أن يتحقق قبل سنة 2030. المغرب هي الأولى أفريقيا وعربيا في قطاع صناعة الطائرات، وأعرف أن هذا يؤلم البعض، ولكن دعوني أقولها: لا يوجد أي طائرة تطير في العالم لا تحتوي على مكون واحد على الأقل من صنع مغربي. وأنا لا أعني أن المكون تم تركيبه في المغرب، لا لا لا، بل تم صناعته داخل التراب المغربي. وبالمناسبة هذا تصريح سابق لجيفري المدير العام للشركة الصناعية للطائرات الأوروبية إيرباص، يعني ليس تحليلي الشخصي. وبناء على ما سبق ذكره يمكن الآن أن نتساءل عن مدى تطور قطاع صناعة الطائرات في المغرب، وما هي أهم المشاريع العسكرية المغربية المتعلقة بقطاع الطيران، وهل يمكن للمغرب أن يقفز من المرتبة ال15 عالميا في صناعة الطائرات التي يحوزها الآن ليصبح من بين ال5 الكبار في العالم، وكيف سينعكس نمو هذه الصناعة على الاقتصاد المغربي وعلى تطوير اليد العاملة في المغرب ونسب البطالة وارتفاع قيمة شعار صنع في المغرب. اختار المغرب وضع اقتصاده على مسار المهن العالمية ذات القيمة المضافة العالية على غرار السيارات والأوفشورينج بصفة عامة، يعني ترحيل الخدمات. لم يمضي وقت طويل حتى احتشد الصناعيون والشركات العالمية الكبرى على أبواب المغرب مقتنعين ببراغماتيته ورغبة المغرب الجديد الحازمة في التحديث. هذا هو حال كل من سفران وبوينغ وإيرباص وبومباردي وسيباكا على سبيل المثال الحصر، بصفتهم الفاعلين الكبار الذين اختاروا المغرب مقتنعين بالفرص التي تتيحها البلاد للمستثمرين. يعني المغرب خطط ونفذ ونجح فيما يريده، بينما للأسف لا نجد في أغلب دولنا العربية حتى مجرد تخطيطات دون تنفيذ، بل نجد سوى التعويل على الخارج واستيراد ما ينتجه الأجانب، عكس المغرب الذي كان له رؤية طموحة قبل أي دولة في المنطقة. لذلك نجد المغرب يسبق دول المنطقة بسنوات. ليس هذا فحسب، بل نجح فعليا في توطين هذه الصناعة، والآن تصنع المملكة المغربية الشريفة أكثر من 40% من مكونات الطائرات محلية وبأيادي مغربية. والآن المملكة المغربية تريد أن ترفع هذه النسبة لتتجاوز 60% من المكونات محلية الصنع بحلول سنة 2030. فمثلما نجحت المملكة المغربية الآن في تصنيع أكثر من 65% من مكونات السيارات محليا أي داخل ترابها، فهي تطمح للوصول لنسبة تصنيع 100% في السنوات القليلة القادمة. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب له رؤية متكاملة لتصنيع الطائرات محليا بنسبة 100%، وهذه نقطة تحسب للإدارة في المغرب، لأنه لو لم تكن لك رؤية لما تريد أن تكون عليه بعد فترة معينة من الزمن، فإن التمني أو الحلم دون تخطيط يبقى مجرد حلم. ومن أجل تلبية طموحات المملكة المتمثلة في التسريع الصناعي والانفتاح على العالم، عملت المملكة المغربية على بناء منظومة متكاملة ودينامية حقا بإقليم النواصر، وذلك بالقرب من مطار محمد الخامس
بالدار البيضاء. وتعود البدايات إلى سنة 1999 حينما أقدمت الخطوط الملكية المغربية ومجموعة سفران الفرنسية على إنشاء مشروع مشترك لصيانة وإصلاح المحركات لشركة سفران المغرب لخدمات محركات الطائرات، والذي عزز من قدرة المغرب على تطوير المعرفة في هذا المجال وبناء كوادر فنية مؤهلة علميا ومهنيا ومعتمدة من جهات مختصة. ومثال التوقيع على إنشاء المنطقة الصناعية الحرة ميد بارك في سنة 2001 التي كانت الانطلاقة الفعلية لتجميع الطيران بالنواصر، وبدأ حينها الموقع بتقديم جملة من المزايا التنافسية للشركات المصدرة، وذلك من حيث الاستثمار والخدمات اللوجستية والضرائب والجمارك واليد العاملة. ونستنتج مما سبق ذكره أن المغرب قبل 22 سنة تمكن بالفعل من أن يكون دولة موجودة على خريطة الدول التي تنتج الطائرات، حتى لو أن الأمر انطلق فقط بتجميع مكونات الطائرات. وفي سنة 2006 أحدثت مجموعة الصناعية المغربية للطيران والفضاء GEMAS بهدف توحيد مصالح الصناعيين وتمثيلها والدفاع عنها. كما اطلعت المجموعة بمهمة بلورة الاستراتيجيات الرئيسية في إطار مخطط التسريع الصناعي الذي يروم تطوير منظومة الطيران الحالية وبزوغ مهن جديدة. وهنا نستنتج أن المغرب تعمل بمرونة في وضع القوانين لهذا المجال والتخطيط له، ويضم قطب الطيران اليوم قرابة 150 شركة تعمل في مختلف سلاسل التصنيع المتعلقة بالطيران، وباعتباره منخرطا بشكل كبير في أنشطة التجميع والصيانة والإصلاح والكابلات، عمل المغرب على جذب أنظمة جديدة للقاطرات ذات قيمة مضافة عالية مثل الدفع والتركيب وما إلى ذلك. وبالموازاة مع ذلك يعمل المصنعون على رفع تحدي الانضمام إلى مخططات جديدة أكثر تعقيدا من الجانب التقني لتلبية احتياجات السوق المتنامي، إلى جانب تطوير مهن جديدة أكثر تعقيدا في مجالات